يا صباح السعادة على متابعيني الحلوين، كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبأفضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة سلق اللحمة، وهنعمل طريقة تحضير السبانخ مع الرز بالشعرية. اول حاجة ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. معاكم نيرة سليم في سنة اولى طبخ. تعالوا يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنجيب حلة على النار زي ما احنا شايفين كده، ومولعين عليها النار. طبعا هنحط بقى في الحلة زبدة، سمنة، زيت اللي انت عايزة تشوحي بيه. انا هحط معلقة سمنة روابي. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. يا دوبك بس ندي للحمة تشويحة بالشكل ده كده. طبعا حبهان، ودايما نخلي بالنا ان احنا نفتح كده واحدة من الحبهان نصين عشان بتدي طعم للحمة. تمام، تعالوا نشوف. حطينا السمنة، هننزل بالحبهان، فص مستكة، بصلاية، وهنشوحهم كده مع بعض. طبعا غسلين اللحمة وسايبينها تتصفى كويس جدا. طبعا ما ننساش الورق اللوري، هننزل باللحمة. يا دوبك اديها تشويحة بس. بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. عايزاها تبقى باللون ده. طبعا محضرين ميه سخنه، بالشكل ده كده. هنجيب الميه السخنه بتاعتنا، وهنبدأ ننزلها واحدة واحدة. بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. طبعا هتبدأ تغلي اكتر مع بعض. زودت بقى المية على اللحمة. طبعا هبدأ اشيل بالمغرفة الريم الابيض دوت كله، عشان الشوربة بتاعتي تبقى صافية ونقية ما فيهاش اي حاجة. كده بالمغرفة واحدة واحدة. طبعا انا زودت كمية باقي المية اهوت. لسه برضو لما تغلي اكتر هتطلع باقي الريم بتاعها اهوت. هنسيبها لحد ما تغلي. دلوقتي هنعمل مع بعض السبانخ اللي احنا مفرزينها مع بعض قبل كده. اول حاجة حطيت معلقة من السمنة لحد ما ساحت خالص اهو. هسيبها تسخن اول حاجة، وبعد كده هنزل بالبصلة بتاعتي متقطعة مكعبات صغيرة. تعالوا نبص على اللحمة. طبعا اللحمة بتاعتي اهي بدأت تطلع الريم الاكتر، فهنشيله بالمغرفة. البصلة بتاعتي اهي متقطعة مكعبات صغيرة، هبدأ انزل بيها.
واحمرها. طبعا السبانخ اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض كنا قايلين الطريقه فهنقولها تاني. طبعا هنسيب البصله تصفر لحد ما تاخد اللون الذهبي. اول ما نحس ان هي اخدت اللون الذهبي هنروح نطلع السبانخ من الفريزر وهنبدأ ننزلها على البصلة. وبعد كده هنضيف مقدار كوباية من المية وهنشوف مع بعض برضو الطريقة عملي. طبعا هنسيبها تاخد اللون الذهبي. طبعا البصلة هي بتاخد معايا اللون الذهبي. هنروح نطلع السبانخ بتاعتنا من الفريزر. كده تمام معايا، اخدت اللون الذهبي. السبانخ بتاعتنا اللي احنا مفرزينها في الفريزر هننزلها كده. كوبايه ميه سخنه هننزلها عليها. لحد ما تفك معايا كويس جدا، وهقول لكم هنعمل ايه. تعالوا نشوف اللحمه. شايفين كميه الريم اللي طلعت؟ فطبعا هنشيله. هشيله كله طبعا. تعالوا نشوف السبانخ اهي بدأت تفك خالص، لسه شويه. طبعا كوبايه الميه السخنه دي اللي احنا نزلنا بيها دي مهمه جدا، ما ننساهاش. طبعا هغطي عليها برضو لحد ما تفك خالص. شايفين بالشكل ده كده السبانخ بتاعتي فكت خالص اهو. هنعمل ايه بقى؟ هننزل بالصلصه بتاعتنا المتسبكه اللي احنا برضو فرزناها مع بعض. بالشكل ده كده. وهقلبهم مع بعض وهسيبهم لحد ما تتسبك معايا خالص. واللحمه طبعا بتاعتي مغطيه عليها ومغطياها. تعالوا نشوف مع بعض. شايفين؟ طبعا في الوقت ده بقى ايه؟ هنضيف الحباش بتاعنا. الحباش بتاعنا اهو بتاع السبانخ برضو كنا مفرزينه مع بعض، وهنغطي عليه لحد ما يبوش خالص ونشوفه في الاخر. تعالوا نشوف كده. ما شاء الله تمام التمام، يعني كده ما شاء الله جهزت معايا. هبدأ اضيف الملح والفلفل بتاعنا. تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجة هنضيف الملح حسب رغبتك انتي الملح بتحبيه وسط ولا عادي. فانا كده الملح كمية حلوة. فلفل اسود ومش هكتر علشان بناتي، يعني كده حلوة قوي بالشكل الجميل ده كده. انا بقى بحب لما اضيف البهارات بتاعتي وتبقى جهزت معايا بضيف معلقة من الصلصة. هضيف معلقة كبيرة من الصلصة طبعا عشان هي كانت في الفريزر كده اهو. بالشكل ده كده اهو. هوطي عليها خالص
بالشكل الجميل ده كده، وهغطي عليها وتعالوا مع بعض نعمل الطشه بتاعتها. واللحمه معايا اهي، طبعا انا مغطيه عليها وموطيه النار عشان اللحمه تستوي. حطينا طاسه على النار اهو، هنضيف فيها معلقه من الزيت، بالشكل ده كده. هضيف معلقه من الثوم، يا دوبك ياخد معايا اللون الذهبي بس. هضيف الكزبره بتاعتي، بالشكل الجميل دوت اللي احنا شايفينه. ريحه الطشه خياليه بجد ما شاء الله. جهزت معايا كده خلاص. يلا تعالوا نضيف الطشه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده السبانخ جهزت معايا وبقت مية مية. هناخد معلقه من السبانخ كده، كده ما شاء الله السبانخ خلاص خلصت معايا. هطفي عليها. تعالوا مع بعض نعمل الرز بالشعريه. حل على النار اهو، ضفنا الزيت، هنضيف معانا الشعريه لحد ما تتحمر خالص وتاخد معانا اللون الذهبي. طبعا مفيش اسهل من الرز طبعا، وكلنا بنعرف نعمله وبنعرف المقدار بتاعنا، فبرضو مفيش مشكله ان احنا نقول مع بعض برضو لحد ما تاخد اللون الذهبي. طبعا الشعريه بتاعتي اهي، هسيبها لحد ما تاخد اللون الذهبي خالص. طبعا في ناس بتاكل مع الخضار رز من غير شعريه، بس انا متعوده اكل بشعريه، مفيش اي مشكله، يعني الاذواق تختلف عادي جدا. هنضيف الرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلبه كويس جدا. هنضيف الملح، الملح بتاعي، وهقلبهم كويس جدا. طبعا كل كوبايه رز عليها كوبايه من الميه. هضيف الميه بتاعتي، وهغطي عليه واسيبه لحد ما يتشرب خالص. اللحمه معانا اهي تمام التمام ما شاء الله. هناخد حته لحمه
ونضغطها بالسكين عشان نشوف استوت ولا لا. ما شاء الله استوت معايا. طبعا في الاخر خالص بضيف الملح وشويه صغيرين خالص من الفلفل الاسود. السبانخ اهو جهزت معايا وقفلت عليها خلاص. والشوربه برضو الرز اتشرب معايا خلاص اهو. طبعا هوطي النار واحط الشياطه بتاعتي وهسيبه بالراحه خالص لحد ما يستوي معايا. بالشكل ده كده. طبعا هنقلب مع بعض الرز. شايفين طالع مفلفل وجميل ازاي؟ ما شاء الله، يعني مظبوط ما شاء الله. طبعا الشوربه خلاص هطفي عليها. طبعا قفلنا على اللحمه خلاص، فهبدأ احط الملح بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. وشطبنا المواعين كمان. هجيب اقلب. شايفين ما شاء الله الشوربه بالشكل الجميل ده كده. والرز بتاعي على النار والسبانخ بتاعتي قفلت عليها، فكده تمام التمام. تعالوا مع بعض نقدم الاكل. وزي ما احنا شايفين قدمنا الاكل بالشكل الجميل دوت. الشوربه باللحمه والليمون والرز بالشعريه والسبانخ باللحمه، معانا عصير التمر بالكركديه والقطايف. يا رب الفيديو النهارده يكون نال اعجابكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم من كل جديد. دمتم سالمين احبتي في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.